طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نشرة الأخبار لهذا المساء تأتيكم من الفضائية الإريترية، أقدمها على حضراتكم أنا عبد الله محمد علي، والمستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 22 مواطنا بكوفيد 19. مفوضية الثقافة والرياضة توثق الآثار الحرة. ارتفاع نسبة المشاركة في التعليم بالتسنن. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة وسط مساعي دولية لوقف إطلاق النار. ارتباك بشأن الكمامات في الولايات المتحدة وتحذير من خطورة السنة الثانية لكورونا. إعصار يتسبب بقتلى وجرحى وتدمير ممتلكات في مدينة ووهان الصينية. أهلا بكم من التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 15 من مايو في مراكز العزل بأقاليم جنوب البحر الأحمر وشمال البحر الأحمر والأوسط والقاش بركة وعنسبة أظهرت إصابة 22 مواطنا بكوفيد 19، وكانت 9 من الإصابات في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر، و5 في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر، و4 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و3 في إقليم القاش بركة، و1 في برنتو، و1 في أم حجر، و1 في قردت، وكذلك 1 في عتكليزان بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 15 مصابا، 12 من الإقليم الأوسط، و2 من الإقليم الجنوبي، و1 من إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3844 مصابا، شفي منهم 3654، ووفاة 12 مريضا، فيما لا يزال 178 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من مايو 2021. قال مفوض الثقافة والرياضة سفير زمدة تخلى أن المفوضية قامت بتوثيق مختلف الآثار الهامة التي تمثل الإنسان القديم وحضارته في البلاد. وأوضح بمناسبة الذكرى 30 لاستقلال البلاد أن أهم الآثار المكتشفة تعود لحوالي 27 مليون سنة، وهي لفيلة منقرضة، وفك امرأة يعود لمليون سنة، وأسنان إنسان تعود لمليون سنة، ومختلف الأثريات للحيوانات المرضعة الصغيرة والكبيرة، والأديرة، ومسجد الصحابة، ومسلات مطرة، وسد سافرة، ونصر الكسكسة، وتخندع، ودفاع دحتم، وسجن الناخورة، وغيرها من الآثار. وفيما يخص المجال الرياضي أوضح وجود 9 اتحادات وجرت أعمال زرع العشب الصناعي في استاد أسمرة، وكذلك جرت عمليات إصلاح في استادي أسمرة وكرن، ولا زال العمل جاريا في استاد دقة بحري ومندفرة ومصوع وبارنتو. وقال المفوض أن الرياضة التي لها تاريخ طويل في البلاد ظلت تتوهج وتخبو في فترة الاستعمار وتسير بوتيرة متوازنة في سنوات الاستغلال، مؤكدا بأن تطور الرياضة يرتكز على الاستثمار والعمل المنسق. وذكر أن الفنون لا تتمحور فقط على الموسيقى والمسرح، وهي متنوعة تضم مختلف أنواع الفنون، موضحا بأن المهنيين المتلقين دورات تدريبية في ألمانيا والصين يعملون لنقل القدرات المكتسبة بهدف تطوير الفن في البلاد. وشدد السفير زمدة تخلى على العمل للحفاظ على الآثار باعتبارها تعكس الهوية. أوضح مسؤول التعليم في مديرية التسنية الأستاذ سرافيل كفلا قرقش أن ارتفاع عدد الطلاب في المديرية بنسبة 400% في سنوات الاستغلال. وذكر عن وجود 31 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في 11 ضاحية بالمديرية، وأن عدد الطلاب الذي لم يتجاوز المئات ارتفع على أكثر من 21 ألف طالب، وارتفاع عدد الطالبات بنسبة 44%.
وأكد مدير المدرسة الثانوية الأستاذ تكي مدهاني تنفيذ أعمال المرضية في مجال التعليم، وأن مدرسته جلس منها 3357 طالبا بينهم 1080 طالبة لامتحانات الشهادة الوطنية. وأفاد عضو لجنة المدرسة السيد أبرهة إسحاق أن عودة اللاجئين من دول الجوار بعد تحرير المدينة زاد من نسبة المشاركة في التعليم، وتحقق تغيير نوعيا في هذه الآونة. من جانبه أوضح الأستاذ درماس والدقرقش الذي درس في مدرسة ساقم ويدرس ل11 عاما في المدرسة أن البنية التحتية التي أرسيت بعد الاستقلال ساهمت بدور كبير لتطوير العملية التعليمية. وأوضح الطلاب أن فتح المدارس في القرى ساعد للحصول على الخدمات التعليمية عن قرب والمضي قدما في التعليم. أحيا الإقليمين الأوسط والجنوب 15 من مايو اليوم الوطني للحملة الخضراء بالتشجير ورعاية الأشجار. وجرت أنشطة يوم الحملة الخضراء في الإقليم الأوسط في المدارس وبيت قرقش. وقال ممثل سلطة الغابات الحياة البرية السيد أبراهام تخليه أن برنامج التشجير جزء من برامج الحملة الخضراء المنفذة على مستوى الإقليم، وقد تم إعداد أكثر من 1,000,000 شتلة لقرصة من مختلف الجهات مع دخول موسم الأمطار. وذكر مسؤول التنمية الخضراء الطلابية إقامة الأندية الخضراء في 138 مدرسة بالإقليم الأوسط. وقال المشاركون في الحملة أن التشجير يجب ترسيخه كثقافة باعتباره يهم المجتمع عامة. وفي الإقليم الجنوبي أشاد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد قبري ميكيل برهه أشاد بالتشجير الذي جرى في مدرسة ساترب بإشراف النادي الأخضر. وأوضحت مديرة المدرسة الأستاذة تسقى والد جبريل قرص أكثر من 2500 من 14 نوعا من أشجار بأنشطة النادي الأخضر التي بدأت عام 2012-2013 ب112 طالب. وكانت مدرسة ساترب قد تقلدت جائزة بأنشطة النادي الأخضر في 15 من مايو عام 2015. يقوم سكان فرو بصيانة مؤسسة الخدمات الاجتماعية بالنفير الشعبي، وتشمل أعمال الصيانة الجارية بإدارات الضواحي والجيش الشعبي، سور المدارس، وبناء سور لمقبرة الشهداء، ونظافة البيئة. وقال المشرفون على العمل أن النفير يتواصل منذ شهر مارس الماضي بمشاركة واسعة. يذكر أن سكان فرو قاموا في الأشهر الأخيرة من عام 2020 بأعمال حماية التربة وحفظ المياه لبناء المدرجات والحواجز المائية والتشجير وغيرها من الأعمال. سادتي نتوقف مع فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. جدد الطيران الإسرائيلي قراراته الجوية على غزة وسط سعي من دبلوماسيين أمريكيين وعرب لإنهاء العنف. وقتل 10 أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غرب غزة، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن 5 ضربات على الأقل على القطاع، ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد، مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية. وقالت السلطات الإسرائيلية أن 8 لقوا حتفهم في إسرائيل، وهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين. تشهد الولايات المتحدة حالة إرباك وجدلا حادا بشأن توصية تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بعدم وضع كمامات، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء كوفيد-19 في طريقه للتسبب بعدد من الوفيات أكبر من ذلك الذي سجل في العام 2020. وبينما يلوح في دول عدة أمل في العودة إلى حياة طبيعية أكثر، ما زالت بلدان أخرى مثل الهند عالقة في دوامة الانتشار المدمر للوباء. وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 3.3 ملايين شخص منذ نهاية ديسمبر 2019، بينما ما زال ظهور النسخ المتحورة من الفيروسات والتفاوت في
بتقدم حملات التطعيم يثير قلقا دوليا. وفي الولايات المتحدة، وبعدما ألقت السلطات توصية باستخدام كمامات من قبل الأشخاص الذين تم تطعيمهم ويشكلون نحو 35% من السكان، أعلنت مراكز تجارية عدة تخليها عن فرض وضع الكمامات في محلاتها. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب المئات، إضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات جراء إعصارين ضربا إقليمين في الصين وفقا لتقارير إعلامية صينية. وقالت وكالة الأنباء الصينية شنخوا أن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي، مما أسفر عن وقوع ضحايا وإلحاق خسائر مادية في الممتلكات. ودمر الإعصار 27 منزلا وألحق أضرارا بنحو 130 منزلا آخر، كما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وأضافت وكالة الأنباء الصينية أن إعصارا آخر اجتاح بلدة شينغي بإقليم جيانغسو، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين، فيما ألحقت الرياح الشديدة أضرارا بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع بحسب ما أفاد مسؤولون في دائرة الإطفاء. في سابقة فضائية للدولة الآسيوية، نجحت الصين في إنزال روبوت صغير يتم التحكم فيه عن بعد على سطح المريخ وفق تأكيدات وسائل إعلام حكومية ومحلية. وهي المحاولة الأولى المستقلة للصين الذي يطمحون في إنجاز كل ما حققه الأمريكيون في العديد من بعثات المريخ منذ ستينيات القرن الماضي. وأطلق الصينيون في نهاية يوليو 2020 من الأرض مهمتهم غير المأهولة تيانيون التي تحمل اسم المسبار الذي أرسل إلى الفضاء، كما أنه مزود بكاميرات ورادار وليزر، مما سيسمح له بدراسة بيئة المريخ وتحليل تكوين صخور الكوكب. وقالت القناة الصينية الرسمية أن مركبة الإنزال هبطت بنجاح في المنطقة المحددة مسبقا على المريخ، موضحة أنه تم تلقي إشارة على الأرض. والهبوط على الكوكب الأحمر أمرا معقدا، وأخفقت مهمات أوروبية وسوفياتية وأمريكية عدة في تحقيقه في الماضي. هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وحتى جديد اللقاء تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.